التضامن مع إلياس المالكي لعدة أسباب. المالكي ما ساندناش بل حطمناه كمنظمة حقوقية كنلتمس من الجهات المختصة بالإفراج على إلياس المالكي. راه مصلحة الوطن فوق الجميع. معكم نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد. باسم الأمانة العامة كنعلن التضامن ديالنا مع إلياس المالكي اللي معتقل حاليا بالسجن المحلي بمدينة الجديدة. هذا التضامن ديالنا جا بينا على عدة أسباب. ما نساوش بأن إلياس المالكي لعب واحد الدور اللي هو كبير في الدوري الملوك لكرة القدم، واللي ساهم في التنمية ديال البلاد، واللي مجموعة ديال السياح ومجموعة ديال النجوم الكروية اللي جات المغرب دارت الزيارة. ولكن الوقت فاش كان إلياس المالكي محتاج المغاربة ومحتاج لينا كمنظمة نساندوه، بالعكس حطمناه. والاخطر من ذلك كاين بعض الصفحات اللي هي جزائريه حطماته بمجموعه ديال التعاليق. الياس مالكي يلعب واحد الدور كبير. راه دائما ما كتكون عنده اي شخص اللي عنده النجوميه راه كيصدروا منه بعض الاخطاء، ولكن كنقولوا اللعيب ماشي في الخطا، اللعيب الخطا اذا بقى مستمر. ها هو دابا الياس المالكي تم الاعلان ديالو من اجل المشاركه ديالو في الدوري الملوك 2026 لكره القدم، واللي هذه المشاركه اللي غادي يكون عنده واحد الدور كبير بالتعريف بالمملكه المغربيه الشريفه. حاليا تم الاعتقال ديالو. كنلتمسوا من الجهات وكنلتمسوا كذاك حتى من هاد الناس اللي تقدموا بشكايات يقدموا التنازلات. راه مصلحه الوطن فوق الجميع. بالعكس الياس خاصنا نشجعوه، خاصنا ندعموه. الياس المالكي الا شفتوا بان راه حتى الحاله النفسانيه ديالو دمرات، كيفاش لعب واحد الدور كبير في التعريف مجموعه ديال الشباب في الكره في المشاركه في الدوري ديال الملوك وما لقاش المسانده. للاسف اليوم حنا كمنظمه المغربيه لحقوق الانسان ومحاربه الفساد لدينا الثقه في الجهاز القضائي، ونتمنى بكل صدق الافراج على الياس المالكي. في الحاله السي ماهر غنديروا ما في الوسع ديالنا من اجل مراسله مختلف الجهات من اجل الافراج على الياس المالكي، ونعطيوه واحد الفرصه، والفرصه اللي غتكون ما هي مستقبليا خير على البلاد في هذه المشاركه ديال الدوري اللي غادي يكون. ولكن للاسف كاين بعض المتربصين اللي بكل صراحه اللي كيتربصوا بالياس المالكي. بكل صراحه كاين بعض المسائل كيديرها ما كنتفقوش معاه، ولكن الحمد لله دار واحد الدور كبير. وهذه رساله لبعض الصفحات الجزائريه، احنا ما غاديش نتخلاو على الياس، حنا ما غاديش نتخلاو على الياس لعب واحد الدور في المشاركه ديالو، واللي بكل صراحه كنفتخروا بهذا الدور ديالو، وكنتمنى للجهات الدعم هذا المطلب ديالنا من اجل الافراج على الياس المالكي.